بص بقى، عندي واحده صاحبتي كده قروبه جدا، تمام؟ ما بتحبش تدفع فلوس في حاجات زي الليزر مثلا والحاجات دي، فبتدور على بدايل بقالها كتير جدا. فوصلت لبديل حلو قوي، وهو حاجه هكلمكم عنها دلوقتي. بس العرايس بقى اللي بتبقى عايزه تعمل فول بادي ومشعره جدا جدا، والليزر انتوا عارفين هو غالي قد ايه في كل المراكز، مش قليل يعني. عشان تعملي فول بادي معديه 3 4000 جنيه في الجلسه الواحده في شهر. ما تخيلوا انتوا بتعملوا 8 9 شهور، وفي 10 شهور، وفي بيبقى اكتر. فجبت لكم حاجه حلوه جدا. المعجزه ده بيعمل ايه بقى؟ المعجزه ده اسمه دي شركه منزله منتج جديد اسمه برايت. جماعه والله ده مش اعلان، دي حاجه مجربه، انا جربتها عليا شخصيا بقالي شهر، وفعلا لقيت افكت جدا 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 جدا. قلت لما اجرب اقول لكم. ولما جربت بقى لقيت الموضوع لذيذ قوي. هو عباره عن كريم بتحطيه بس بالطرق اللي انا هقولك عليها دلوقتي. نمبر 1، تشيلي شعر جسمك كله زي ما قلت لكم. رقم 1، هتشيلي شعر جسمك كله بسويت او واكس. شيفنج لا، شيفنج لا، عشان الشيفنج ما بيشيلش من الجدر، واحنا المطلوب مننا ان احنا نشيل الشعر بتاع الجسم من الجدر، نسيب يعني الملمس بتاع بشرتنا ما فيهاش اي شعر خالص. بنبه عليكم تاني، ما ينفعش نستعمل شيفنج وبعدين نحط الكريم، ما ينفعش. لازم نعمل واكس ونتاكد ان الشعره اتشالت من الجدر ومفيش غير الجدر بس اللي موجود، وبعدين نحط الكريم بتاع برايت. بصوا بقى، الكريم بيتحط ازاي؟ بنحطه مرتين في اليوم. اول ما تشيلي السويت وتغسلي الجسم كويس جدا بالسويت، يعني اول ما تشيلي شعر بالسويت او الواكس، تقومي منشفه الجسم كويس جدا. ويفضل قبل النوم تحطي مره بالتدليك لمده 5 دقايق على المكان، الصبح وبالليل. يفضل تحطيه مره الصبح ومره بالليل، واهم حاجه الانتظام عشان تلاقي الافكت اللي انت عايزاه. هو كريم بس بيعمل على ان هو يوقف نمو الشعر. الكريم هنستخدمه لمده شهر، ولو ما لقيتيش نتيجه تعالي اتكلمي معايا. بصوا بقى يا جماعه، انتوا هتدعوا لي والله، هتدعوا لي بجد. يعني الكريم ده حرفيا معجزه، بديل الليزر، وهتلاقوا الفتره الجايه ناس كتير قوي قوي بتتكلم عنه، ومن كتر ما هو افكت جدا. جربوه على ضمانتي وهيعجبكم قوي. هو حته انبوبه كريم بس، والله بديله لليزر. في بدائل كتير قوي للليزر سعرها عالي جدا، فما بالكم كريم وفي حاجات طبيعيه كتير قوي، في فيتامينز كتير قوي، ومش بيأثر على الجلد غير ان هو بس بيقتل الجدر بتاع الشعره، فيخليها ما يحصلهاش نمو. في الاول هتخف وبعدين هتلاقوها مش بتطلع خالص. فامشوا عليه زي ما قلت لكم بالظبط. تعملوا سويت واكس وبعدين تحطوا الكريم مره الصبح ومره بالليل، ويفضل تحطيه قبل النوم. حلو جدا، ومش بيتغسل عادي، بتسيبوه. وزي ما هقول لكم، انتوا عارفين ان الليزر بيسبب حروق والتهابات وحاجات كتير قوي. الكريم ده ما بيعملش كده خالص، ده مجرد كريم، مفيش اي حاجه من دي بتحصل. معظم الناس يعني جوازها ما بيرضوش يخلوها تعمل ليزر، او هي اصلا بتتكسف تبين جسمها قدام حد. فده حلو قوي قوي قوي. هو صغير بس والله نينجا يا جماعه. ده بديل جهد، وان انت بقى تبقي جايه من الشغل وتعبانه ولازم تروحي تعملي سيشن ليزر في مركز ليزر وبتاع، لا خالص، ده هتعمليه في البيت والموضوع سهل جدا وعلى ضمانتي. جربوه، صغنن بس نينجا. انتوا عارفين بدائل الليزر كتير قوي وغاليه جدا، وبنجيبها دايما من بره مصر، وحاجات بصراحه اوفر برايس جدا علينا. فالكريم سعره حلو جدا والافكت بتاعه رهيب، يعني بجد اول مره ينزلوا بديل لليزر زي ككريم وحلو كده. انا بتكلم بكل ثقه ليه بقى؟ عشان انا فعلا جربته عليا ولقيته حلو جدا، موفر في فلوس وجهد وانتي تبقي مكسوفه وانتي تبقي محروجه. وفري فلوس كتير قوي قوي لو انتي عروسه، فده احلى حاجه تستخدميها بجد، بديل لليزر على ضمانتي. هسيب لكم البيج اللي انا جبت منها.